مع احترامنا الكامل للدراسات الاقتصادية اللي بتتعمل عن السوق المصري في أي قطاع، بس تفتكر إن الدراسات دي لوحدها كافية إنها توضح لرجال الأعمال سواء الأجانب أو العرب أو حتى المصريين صورة شاملة عن السوق؟ ما افتكرش، لأنها ممكن تجيب عدد الشركات دلوقتي ومزايا وعيوب السوق، وأحيانا نبذة عن تاريخ القطاع، ودي بيانات جافة بعض الشيء، مش بتوضح الصورة كاملة عن القطاع ده داخل منظومة الاقتصاد المصري من 220 سنة ولغاية دلوقتي، واللي بتساعد على رؤية وفهم الأمور على حقيقتها، ويعرفوا إيه اللي حصل للقطاع ده في الظروف الاقتصادية المختلفة، زي السوق الحر في عهد أسرة محمد علي، أو التأميم في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، أو الانفتاح في عهد الرئيس السادات، أو مين الدول اللي كانت مهتمة بالسوق المصري من 100 سنة مثلا. الصورة المتكاملة دي بيوضحها كتاب القطاع العام في مصر، قراءة وثائقية من عهد محمد علي حتى اليوم. الكتاب بيوضح تاريخ الشركات والبنوك وقطاع التأمين والعمال بلغة سهلة بسيطة ومنظمة ووثائقية، وبيعتبر مرجع ودليل اقتصادي مهم جدا لأي مستثمر سواء أجنبي أو مصري، عشان يفهم خبايا وأسرار القطاع اللي يهمه يستثمر فيه. تحياتي.